ما تيجوا نعمل الحلا الحلو ده من غير لا فرن ولا مكونات كتير. الاول لو مش عارفاني انا اسمي رنا، ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير. بما ان الجو بقى حر جدا محتاجين حاجة تبقى منعشة، يلا تعالوا نعمل سوا الوصفة دي ونقول بسم الله. اول حاجة عندي انا جبت هنا 5 من كيك الكوكيز بالفراولة، وابتديت اقطعه معاكم بالشكل ده، وهبتدي انزل عليه بتلت كوباية من الحليب البارد ده علشان نطريه ونخليه فيه طراوة كده. تاني حاجة هبتدي ان انا اعمل الكريمة عبارة عندي عن 3 كوبايات ونص من الحليب، وهنزل عليهم 3 معالق كبار من بودرة الكاستر، هقلبهم الاول بره على البارد. تمام. بعد ما الخليط بيبرد معايا بالشكل ده ببتدي انزل عليه بالكيك اللي انا قطعته واوزعه كويس قوي كده بالشكل ده. وبرده في المرحلة الجاية هنسيبها يبرد خالص وهحطه في التلاجة، بس طبعا بعد ما يبرد شوية، ما نحطوش في التلاجة هو سخن قوي كده، هنشيله في التلاجة. الخطوة الجاية هبتدي اعمل معاكم بقى صوص الفراولة. هو بيبقى عبارة عن كيس فراولة مجمدة اهو، وهنزل عليه بنص كوباية من المية الدافية وعليه كيس من جيلي الفراولة، واسيبهم يغلوا على النار مدة ما تقلش عن 10 دقايق بالشكل ده. بعد ما بيغلي معايا كويس قوي كده برضو بسيبه يبرد خالص، وبحطه في التلاجة شوية لغاية ما احس ان الجيلي اتماسك معايا. ببتدي اجيب بقى الكريمة بتاعتي، وبعد ما سبت الجيلي في التلاجة شوية لغاية ما احس ان قوامه بقى تقيل معايا، ببتدي انزله كله بالشكل ده. الوصفة حلوة قوي يا جماعة بجد، جربوها منعشة قوي في الحر ده. بوزعه وابتدي اوزع كل الفراولة على الوش كده. بندخلها التلاجة ممكن تقعد 4 ساعات او ليلة كاملة، بتطلع لذيذة قوي وطعمها حلو قوي. جربي الوصفة وان شاء الله هتعجبك. يلا وبالهنا والشفا مقدما. باي باي.